السلام عليكم. معكم كويزين سورية. اليوم راح ندير معكم تليتلي بطريقة سهلة بسيطة وسريعة. يعني طريقة ما شاء الله، والبنة ما شاء الله. نجمرو في الكويزينير ماشي في القدرة يا البنات. نتمنى انكم تجربوا هذا الطبق، يصلح للمناسبات، للعرضات، للعشاء، للغدا. نتمنى انكم تجربوه، وعلى بالي بلي تنجحوا فيه 200%. وروحوا مباشره للمقادير. البنات اول حاجه نحط هنايا عندي، انا راح ندير اليوم كويس. نضيف عليه هنا، شوفوا، حبه بصله متوسطه وزوج طماطيشات هما متوسطين. نتوما خلطوهم مع بعضهم ورحيهم كيف كيف. نضيفوهم على الكويس. هاي نضيفوا الملح على حسب الملح اللي حديروها الكميه. نضيف الزيت، هاهي الدجاج ما فيهش شحمه، ندير 3. شوفوا يا البنات، انا نحطو يتقلى مليح البصله والطوماطيش، يتقلاو مليح. نزيد هنايا طوماطيش تاع الباط باش يتقلاو لي شويه، تنحي لهم تروح لهم هذيك ريحه الطوماطيش. هاهي هادو نديرهم على النار قليله، نخليهم حتى البصله هذه تتقلى مع الدجاج. ها يذبالوا مليح، ها كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيد لي زيت باش ما يتحرقوا لي البنات. انا شوفوا بعد ما تقلات لي لاصوص البصله ولا فلفل، هنايا نزيد لي زيبيس. شوفوا عندي هنايا العكري الاحمر، هنا كركم، هذا راس الحانوت والكزبر، ونزيد عود تاع قرفه. هادو هما لي زيبيس اللي نديرهم هنايا يا البنات. درك غنمرق انا الحميصه تاعي، مانيش راح نديرها درك، هاهي مانيش حنديرها طايبه بزاف، نسيتها طابت لي، خليها هي الاخر. ولي الحميصه تاعها طايبه نص طياب شوحه درك. شوفوا يا البنات، هنا عندي الماء تاع الحمص، طيبت فيه الحمص، ها هو شوف، هذا الماء تاع الحمص. انا الماء هذا تاع الحمص ما نرميهش، دوك نعتو لها. شوفوا يا البنات، هذا الماء تاع الحمص. المواد تاع الحمص والفايده تاع الحمص كل راهي هنا. انا كي نجي نغلي الحمص نغسلوه مليح ونطيبوه نص طياب تاع الخطره. هذه جاني شويه زايد في الطياب. انا هذا الماء هو اللي حنمرق به هذا القدره. شوفوا، ها نديرو كامل، ها هاك. دوك نشعلها الطيب. كي طيب هذا البطاطا وهذا الدجاج باش نلوح الحميصه تاعي. الحميصه تاعي قلت لكم باللي راهي طايبه البنات. هنا المرقه راهي طابت كلش طاب. قلت لكم انا الحميصه تاعي راهي طايبه، ها هي دوك اللوحه، ما نقدرش نزيد نطيبها اكثر من هك، طابت لي بزاف كي طيبتها. هنا صاي المرقه تاعنا وجدت. دوك نكمل تليتلي وندير لكم صحن تقديم. نجيو هنا البنات عند التليتلي. شوفوا هذا قيس باكي صغير ماشي الكبير. هذا الباكي نقليه على خطرتين. شوفوا النص ما نديروش كامل باش يتقلى لي مليح. ندير فيه مغرف نتاع الزيت شويه، قيس مغرف، ها برك ماشي كثر. ونحطو على نار قليله ونحرك مع التحريك، ما تحبسوش من التحرك حتى يتقلى يتبدل اللون تاعو. شوفوا يا البنات كيفاه اللون تاعو بدا يتبدل. شفتوه؟ ماشي تحرقوه خلاص تردوه احمر، مي غير جيست يبدا يتبدل اللون تاعو. شوفوا ما تحبسوش من التحرك، ها ولا مغرف تاع حطب ولا هادو تاع السيليكون. هكا ما تحبسوش. ها صاي هذا خلاص ما نزيدلوش. شوفوا بعد ما قليتو ولا ما قليتو، ها هو هنا نملحو البنات. شوفوا كيفاش شرب الماء،
اهو دوكا انا هذا نديه نفورو، نكب فيه البنات الماء سخون، نفورو التفويره الاولى ما نديرو والو، نفورو كيما راه. من بعد التفويره الثانيه نزيد نرشو بالماء، ما تخافوش الماء هذا راه راح يشربو ما تخافوش. نغطيه بالماء هاك حتى يتغطى، ورد عليه مقفال ونخليه حتى يشرب هذا الماء كامل. هنا بعد ما شرب يا البنات شوفوا هذاك الماء كامل شربوا، نديه نفورو نديرو 2 تفويرات والثالثه نجمرو. حبيت نرحب بالبنات اللي يدخلوا عندي جدد، نقول لهم مرحبا بكم عندي، وان شاء الله تابونيو عندي ويعجبكم المحتوى والشي اللي راني نحط فيه في الفيديو، ونقول لكم مرحبا بكم البنات. شوفوا لهنا دركا هاو كملنا هذه التفويره الثانيه صايي ما نزيدلوش، صافي فورته المره الاولى والمره الثانيه خلاص خطرتين. دوكا هاني نحلو هنايا في البلاطو اللي ندخلو للكوزينيير كيما راكم تشوفون، نحلو مليح الحبات تاعو هاكم تشوفون نحلو هكا بالمغرف او ها سخونه البنات ما تخليوش يبرد. هنا نسقيه بالمرقه، شوفوا نحي هذه الفوقانيه اللي فيها الزيت باش ما نزيدش ندير له الزبده، باش ما نكثرلوش هاك. شوفوا الطريقه شفتوا كيفاه في العود باش ندير الزيت ولا الزبده نهز هذه اللي من الفوق باش ما نكثرش فيه الزيوتات بزاف. هكا نهز هذه الفوقانيه كامل هكا، نزيد نسقيه مليح بالمرقه هكا. نشوف حتى نشوف التليت اللي نغطيه كامل بالمرقه ونحبس. انا هكا نجمرو يا البنات نردو في الكويزينيير، ما نلوحوش في القدره ونقعد نخلط، نلوحو في الكوشه يتجمر ما شاء الله، يقعد كل حبه وحدها ويشرب هذيك المرقه خير وخير، خير ما ديرو في القدره. انا هكا نديرو، هذه طريقتي يعني اللي نخدم بها التليتلي، نعتها لكم اللي بغات ديرها. انا يبان لي احسن طريقه هكا تنحي عليك بزاف الخدمه نتاع تقعدي ديريه في القدره وتقعدي تخلطي. انا يبان لي هكا احسن، خدمه نظيفه نقيه هكا صاي. ودوك نحط اللحم هذا حتى هو باش نحمره في الكويزينيير هكا كيما راكم تشوفوا. ونزيد الخضره هذه ثاني نحيها باش نقسمها على 2 هكا، نحطها حتى هي باش تحمر. نشعلو من التحت يا البنات الساعه قبل حتى يشرب لاصوص تاعو كامل، ومن بعد نطفيه من التحت ونشعلو من الفوق، نشعلو من الفوق باش يحمر لي الدجاج ويحمر لي الخضره. نقسمهم على 2 كما راكم تشوفوا. هذه تفتتت، نهز هاد المرصوات الكبار نحطهم والصغار دوك نخليهم. اللي حبت تدير الكورجات تديرها، اللي حبت تدير اللفت دير اللفت. انا درت زروديه ولا البطاطا هكا كيما راكم تشوفوا. سخونه الخضره مازالت سخونه. هكا نكملوا كامل الخضره تاعنا نستوها في البلاطو، نضيف لها شويه زبده من الفوق باش تجيني حمراء هذه الخضره ويجيني الدجاج احمر. وهنا نجيب شويه زبده نزيدها من الفوق كما راكم تشوفوا، ما كثرش بزاف باش ما يجينيش مدسم هكا. نضيف غير شويه برك تجي لي البنه تاع المارغرين. وندخلو للكوشه يا البنات، نشعلو من الفوق ونعاود نشعلو من التحت. ها هو كي هنايا بعد ما خرجته من الكوزينيير شوفوا كيفاه جا ما شاء الله. لاصوص شاربها، شوفوا هذيك المرقه اللي درناها كامل شربها. شوفوا كل حبه جايه وحدها اهو، ماهوش معجن
والدجاج تاعنا محمر ما شاء الله، والخضرة تاعنا ثاني تحمرت. وشوفوا هنايا في صحن التقديم ما شاء الله، والله يشهي البنات. نتمنى انكم تجربوه. يصلح للمناسبات، للضياف، للعشاء. طريقة سهلة بسيطة ما فيه والو. هاهو شوفوا كل حبة وحدها، والبنة ما شاء الله. جربوه على بالي بلي يعجبكم. انا هذه الطريقة هذه معتمدتها وهزيتها على يما ربي يحفظها. شوفوا شكلا ومذاقا، والله جربوه وتعرفوا واش راني نقول لكم. انا هذه معتمدتها من سنين. هي تصلح بزاف بزاف للضياف، ولا بنهار الجمعة، ولا مناسبة عاشوراء، العيد. نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، في وصفة جديدة، ونخليكم على خير ونقول لكم سلام.